اول ما تمسك فرد الحمام ما تطلعوش في عيوب. ايوه يعني محاسنه اكتر من عيوبه. خدت بالك تتكلم في المحاسن الاول. طب انت العيب اللي فيه انت شايفه سليم يا عم وصفي؟ ايوه العيب اللي فيه انت شايفه. برضه عامل ازاي وعجبه برضه. وبعدين يجي يقول لي ايه رايك في الحمام ده؟ اقول له يا سلام ايه ده يا محمد انت بتعمله ده؟ انا فرحت ازاي؟ انا اقول له كده. هي دي الشجاعه في الغيه. خد بالك واي كلام عم وصفي يعني. انت عملت عماره حديثه. خد بالك دلوقتي الشقق تمليك والسكان سكن. انت تبص للعماره دي عايز تعمل احسن منها. طب ما انت لو عملت زيها ما هي. لا انا عايز اطور واحده احسن منها. لما تزداد خبره تعرف فرد الحمام ده مواصفاته 1 2 3. يا عم انزل السوق مش لازم اشتري النهارده. انزل اشوف كلام الناس دي صح ولا غلط. خلاص هلاقي فيه بعض الكلام هيعجبني قوي وهلاقي فيه حمام فيه المواصفات ده. لكن مش كل الحمام. انا بخبرتي بقى وفني وبعناية الجميله اشوف فرد حمام كويس اهدى شغل السوق. يعني عم وصفي انت مع الغاوي اللي ينزل طلع حمام ليه؟ عشان يحافظ على السلالات دي. يفقس الحمام ويكتر الايه؟ ويكتر الحمام. محمد يكمل الجزئيه اللي بعد كده. الناس دي صرفت من جيبها ووقفت الحمام سليم. وفي ناس بطلت كتير وهم طبعا عشان بيحبوا الحمام ما رضيش يبطلوا زي الناس دي. يعني انت مثلا ايه تحصل لك كف وتروح انت مبطل ما ينفعش. الناس دي راحت لما الحمام ورحت مقفله عليه سليم. بدرت الحمام ووقفته واخد بالك ورحت فرخاه. خد بالك لولا الاسامي اللي هي بارزت دي خدت بالك من الناس الكبيره ما كانش الحمله موجود دلوقتي. كانت الناس دي مسكتها سليم. وعم واصل سموهم لك يعني خدت بالك الناس القديمه عم واصل هم كانوا ايه؟ كانوا بتاع 8 تنفار او 10 تنفار سليم. يعني برزت دي يعني دفعوا ماديات من جيبهم. وحافظوا على السلاله. وحافظوا على السلام طبعا وطلع عينهم عشان يوقفوا الحمام ده واخد بالك. وبعتوا واحد جاب علاج من بره واخد بالك وشرحوا حمام لحد ما الحمام استقر معاهم. ان السليمانيه دي يا ابني خدت بالك احنا ما كناش نعرف عنها حاجه. كان زمان فرد الحمام بيخش في ودنه فاش يعمل كده واخد بالك كنا بنديله شويه زيت بيقف تاني. طبعا الحمام هنا الروشه واخد بالك والرقبه بتاعت الحصان دي ما كناش نعرف عنها حاجه. كانس الحمام كنس. طبعا السلالات دي كانت بتروح هم عشان يلحقوا الحمام ده نزلوه من فوق راحوا مقفلين عليه سليم. لما قفلوا على الحمام دوت حافظوا على السلالات دي. عشان كده الناس دي الاسامي دي برزت. يقول لك اصل ايه ده حمام بتارين. هم قفلوا عليه بتارين ليه؟ عشان يحافظوا لك على الحمام. كمل يا عمار. ده كان سبب اساسي في عدم هو كان في المنبعه اصلا. هو كان في الفيلم. انا واحد من الناس كنت بفرخ حمام. الحمام اللي كنت بفرخه انا بنشه. الحمام بنشه. اصلا لما دخل عندنا المرض ده كل اللي بيتفرخ بيتروج بالموت. يبقى الحمام هنقرر. ابتدينا نفكر. انا من ضمن الناس اللي فكرت كويس قوي. عملوا قعده. قفلت على الحمام. وبعض الناس قفلوا على الحمام. فرخنا الحمام. ابتدى الحمام يتطور. مش نطور فرد الحمام هو ابلغ نخليه صافي. لا انا مش قصدي كده. انا قلت نطور الحمام اللي هو الحمام ابتدى ينقرض وابتدينا نحافظ على السلالات المظبوطه ويدوا بعض. وابتدينا نلغي الحاجات المصطنعه. بعض مننا ابتدى يلغي الحاجات المصطنعه لان الحاجات المصطنعه دي مش مستديمه. ودي برضه يمكن اخرت الغايه شويه عندنا. وقعد الحمام. في حمام كتير قوي وقع. لما يبقى مثلا ابدا كويس قوي تديله انتايه مثلا مسوده. هو في الكلام دوت. قال لي عشان اكل كل الحمام بتاع النش. طب هو فين النش؟ هو فين النش؟ ما احنا قلنا من الاول نش خلاص ما بقاش في نش ليه؟ عشان المرض اللي دخل وعشان نحافظ على الحمام ده. بعض الناس حافظت على الحمام ابتدت تفرق الحمام. ابتدوا يتريقوا يقول لك ده حمام بتريق. اللي بيتريق ده اللي هو ما بيعرفش حمام. اللي هو ملوش اساس النهارده. يعني حتى النهارده هو ملوش اساس. بالظبط كده. ملوش اساس. مين هو؟ عشان الناس دي دخلت التاريخ. عشان الناس دي بقى اتصيطت ودخلت التاريخ وباعت حمام واشترت حمام وحافظت على الحمام ودفعت من جيوبها. دفعت من جيوبها لحد سنه 90 يا احمد. يعني 10 سنين. يعني من سنه 82 8 سنين لحد سنه 90 الحمام ابتدى يظهر بقى عندهم. يعني قعدوا 10 سنين قافلين على الحمام. 8 سنين من 82 ما هو بص من 79 3 سنين الحمام احنا مش عارفين ايه ننهي من المشوار ده. في ناس هربت وفي ناس بطلت. طب الناس دي هتبطل ازاي؟ الناس دي بتحب الحمام واخد بالك. الناس دي بتحب الحمام
قعدوا 8 سنين واخد بالك قافلين على الحمام ده. عم وصفي يدي مثلا عم سيد، وعم سيد يدي عشماوي، وعشماوي يدي محمود متولي واخد بالك لحد وعدل رزق الله واخد بالك لحد ما في شباب كانت تحتيهم طلعت خدت برضه ايه حمام. الحمام اللي هم خدوه برضه قفلوا عليه يقول الحام يزيد، وكان الحام نادر. الحمام ده خدت بالك ربنا جعل للناس دي سبب ان الحمام ده يبقى موجود لحد دلوقتي، عشان الناس دي خدت بالك ليها اسامي واساميها برزت واخد بالك ودخلت التاريخ. كمل حاجه. في معلومه ثانيه بقى برضه من ضمن اللي طور الحمام او ظهر الحمام، دخل في الغيه ناس جدد. الناس الجدد دول مستريحين ماليا، ابتدوا ينعنشوا الغيه. طبعا. زي مين؟ انا هذكر اسم 2 جوال، زي الحاج فتحي البقلي الله يرحمه. وجاب العلاج من بره. زي احمد صدقي الله يرحمه برضه. الناس دي كان معاها فلوس مستريحه وبيحبوا الحمام، فابتدوا يدلعوا غيه الحمام ويعملوا معارض. خلاص لما ابتدوا يدلعوا غيه الحمام، فتحي البقلي يفكر في ايه؟ فكر في معرض. المعرض ده مميزاته ايه؟ بيجمع الدنيا كلها ويشوفوا احدث مواصف العلم في غيه الحمام. يبقى اذا المعرض ناجح. خلاص ابتدوا الناس ايه؟ كل الصغير ابتدى يكبر، واللي شاف الحمام عايز يقلد وعايز يبقى عنده الحمام دوت، فابتدى الحمام يبقى ايه؟ في الطالع. يعني النهارده مستوى الحمام انا بوجهه نظري مستواه 80%. 80% ده نجاح كبير قوي غير الاول. لكن بامانه لما دخلت الفلوس البيضاء ولما دخل عندنا المرض، الحمام ده كان هيندثر، ما كانش هيبقى فيه حمام جزار عندنا خالص. والمعرض يا عم وصفي اللي اتعمل في المانيال خد بالك نزل فيه اعظم حمام. ما انا بقول لك اهو. لما كان الامير اسمه ايه؟ الامير عبد الرحمن. الامير عبد الرحمن برضه يعني ده مين اللي جابه ده؟ ده الحاج فتحي البقلي. قول لي كان مين هيجيب امير من السعوديه؟ قال له واحد يكون مستريح ماليا. ده الحاج فتحي. وراجل عنده علاقات. خلاص العلاقات وراجل رفيع المستوى. ليها اساس في الغيه. العلاقات ليها اساس في الغيه. الناس الكبيره ليها اساس في الغيه. الناس المستريحه ماليا ليها اساس في الغيه. خلاص ولكن الفقير هيقع من قعر القطه. لا طبعا. علاقته بالحمام بقى. الفقير بقى بياخد علاقته بالحمام. هنا بقى وضع الفقير دخل في زواريق الناس دي. الناس دي بتاكل حمام، في حمام ما بيعجبهاش، الحمام ما بيعجبهاش ده بيحط الاصل تاني، بياخدوا الفقير اللي هو الغلبان ما يقدرش يشتريه. خلاص يفرق احسن منه. خلاص بياكلوا في نفس الحمام. يبقى اذا الراجل فقير برضه كان ليه نايب في البيعه اللي حصلت دي. ابتدى الحمام يتطور، والنهارده معلش يعني مستوى الحمام كويس. الحمام طبعا النهارده مستوى الحمام كويس قوي. زي انت ممكن تجيب لاعب من افريقيا سليم زي جورج ويا كده. جورج ويا ده كان فين؟ كان بيلعب في الحاره. كان بيلعب في الحاره. دلوقتي رئيس جمهوريه بعرقه ومجهوده سليم. الناس دي اهم حاجه الموهبه. 80% الموهبه، 80% الفكر سليم. 80% الفكر. اهم حاجه يكون عندك فكر. ايه معاك فلوس وما عندكش فكر؟ يا ابوك سايب لك فلوس وما عندكش فكر، ما انت هتضيعها وبتقل كل مدى بتقل. انما انت لو عندك فكر ومعكش فلوس واخد بالك هتعمل فلوس. خدت بالك ان الفكر قبل الفلوس. كمل حاجه. اسالك يا احمد بقى. اتفضل يا حبيبي. انا بقى اسالك سؤال. اتفضل يا عم وصفي. وجاوبني عليه بكل صراحه. تمام. كده لما انت سالتني السؤال ده وانا جاوبتك عليه، الكلام ده كده انت مقتنع بيه كواحد من المشاهدين ولا مش مقتنع بيه؟ بصراحه مقتنع 100%. تمام يعني؟ بصراحه يعني احنا الحته دي قدرنا نسدها ولا ما قدرناش؟ لا بفضل الله طبعا اتكلمتوا كلام كويس جدا. طب الحمد لله. قول لي لو في عندك اسئله تخص في اي حمام احنا موجودين وتحت امرك. لا وفي حاجه يا عم وصفي يعني كان في عزبه النخل خدت بالك كان ندوان في شبرا كان سوا مخالي برضه حافظ على السلاله. لا ما في نقطه عشان ما حدش يزعل. لا ما مش على زعل، مش على زعل يا عم وصفي. احنا بنتكلم عن الناس اللي هي برزت. ما في ناس برزت خدت بالك وفي ناس ما اتذكرتش. ما الناس اللي برزت في ناس ما اتذكرتش. احنا بنتكلم عن الناس اللي حافظت على السلاله برضه وتاخد حقها والناس دي تتكرم. انا اقول لك رايي. نمره واحد في مصر كلها محمود الكل.
ده رايي في الغيه. الله يبارك لك. صح. طالما هنقول اسماء يبقى رايي طبعا خدم غيه الحمام. فادي الغيه. والنهارده تلاقي على قصه مصر كلها او معظمها عشان حمام محمود السلالي لحد دلوقتي. بالظبط. الراجل ده من 82 حافظ على السلالي. مجهود جامد. عمل مجهود جامد. ماشي، ويشكر عليه وكتر الف خير. الحاج فتحي باقي كان ليه برضه بصمه كانه اصغر الحمام ونعنش الغيه. الغيه كانت خلاص ماتت يا جماعه. ده الغيه كانت ماتت. اللي عاش الراجل ده هو النعش الغيه، هو اللي نعنشها. فلازم الحمام لازم يكون فيه فوقان. انا عايز حد يفوقني زي ما قال محمد برضه. لو انا عايز اكون فرقه، لو فرقه الزمالك او فرقه الاهلي محتاجه واحد هداف من الدرجه الاولى، بنتجه لمين؟ للناس يكون عندها مجهود جامد قوي، بنتجه لافريقيا. بنجيب لعيب من افريقيا عشان يبقى هداف، وبيبقى هداف بيقوي الفرقه. فانا محتاج واحد يقويني. طب مين اللي هيقويني؟ الراجل المعتاد اللي هو المعلم. والمدرب بقى ينمي ده. طب انت دلوقتي المنتخب بتاعك واقع في الارض. لو عشان تعمل منتخب تعمل مش العواجيز دول اللي هم مش قادرين يجوا في الملعب او من الزمالك او من الاهلي. لازم البراعم الصغيره دي ساعه الباشا تعمل منهم 5 6 منتخبات. مفيش حاجه تحت محمد عشان تطلع منتخب كبير. طب في سؤال يا عم محمد خليفه ليك انت. في مقوله انت بتقولها الغيره مطلوبه في الغيه بس ما تحقدش. هل الغيره دي صفه تفيد الغيه والغاوي ولازم تكون في الغيه وفي الغاوي؟ بص يا مخبرين، واحد الله لا اله الا الله. لما تكون جايه بتجيبها شعرايه، ولما تكون ماشيه بتقطع السلاسل. بمعنى يعني انت واقف على سفينه قدام بيتك اهي، هي لما تكون جايه بتيجي لوحدها سليم، انت بقى بتجتهد معاها. طب انت بقى خدت بالك ما عندكش فكر، هتاخد بعدها وتمشي من قدامك، الموجه ياخدها ويمشي. الله ينور عليك. دي الدنيا، احنا بنتكلم على الدنيا عامة، مش بنتكلم على حمام بس، احنا بنتكلم حتى في عملك. في عمل تنتبه له، تقف عليه، تبقى إدارة، المحل ينجح. لو في شوية بضاعة صغيرين بعد كده يكتروا، بعد كده بتطور من نفسك. نفس الحمام سليم. دلوقتي انت عندك مثلا 5 6 حمامات، السنة الجاية يبقى عندك 20 حمامة، بس ال5 6 حمامات دول شكلهم ايه؟ مواصفاتهم ايه؟ فيهم دم ايه؟ طيب في حمامه هتخرف وسط الحمام ده مطلعها سليم. فاي خدت بالك اي واحد هيقول لي، اي واحد بتاع نشا هيقول لي 300 ب 400 وهي تكون جايه ب 3 4000 جنيه سليم. ما انت مش عايز تروح بيها تاني، فهي وعيالها بتروح ماشيها، واخد بالك هتضيعك. وفي حمام يعليك فوق يطلعك على مطالع، وفي حمام ينزلك تحت. واحنا خلينا مع اللي طالع، مع اصول الحمام. اول حاجه الضريبه، ثاني حاجه الجفن، ثاني حاجه النافوخ، العظم. كل فرد حمام ليه مواصفاته، كل فرد حمام ليه مواصفاته. وانت لما بتتكلم مع مواصف كل يوم في جديد. ليه؟ ان هو بيحب الغيه وموهوب سليم. دي بقى الغيه الحمام. عم وصفي انت انا بقى اتفضل. احنا عايزين نكمل الكلام ده. انت سالت محمد سؤال جميل قوي، حلو قوي، وهو تعمق معاك ودخل في حاجات غريبه قوي. يعني هو ده طور من السؤال اللي انت قلته، ده قال حاجات غريبه قوي وانت ما كنتش تقصد كده. انت قلت له جمله واحده: الحمام بيغيره، الغاوي بيغير. هو ما جاوبش على السؤال. لا انا جاوبت. هو ما جاوبش على السؤال، هو جاوب على اكتر من حل السؤال. يعني لما يكون واحد داخل امتحان والسؤال بيقول له 1 2 3، باختصار المفيد هيقول له الاجابه كذا. خلاص الاجابه كذا، كلمتين وبس. هو فتح له الكتاب هو كله. عمل ايه بقى؟ راح حكي له الحكايه من اولها لاخرها. فالراجل لما يجي يعلم الورقه بتاعت محمد يقول له ايه ده الراجل ده نبغه. يبقى اذا جاوب اكتر من الكلام اللي انت قلته. خلاص انا من وجهه نظري الغيره في اي حاجه مطلوبه، لكن ما حكيتش. يعني مثلا ما جيش محمد ده تلميذي، فرجني على مسعود جامد قوي، انا ما عنديش زيه. يا نهار اسود ومنيل، انا بقى ايه هحقد عليه بقى؟ مش غيره اهو هحقد عليه. ايه ده تلميذي، ازاي ده يكون عنده فرد حمام ده وما يكونش عندي انا؟ ده انا المعلم. لا الكلام ده لا، انا غير من محمد اقول يا نهار اسود ومنيل، محمد تلميذي يبقى عنده ده وانا ما اعرفش اعمل زي ده، اغير منه، احاول ان انا اعمل احسن. هي دي غيره ودي المطلوب من الغيه.
لكن ما احكتش عليه، ما اقولش يكون عندي انا، واخد منه. ما اقولش يكون عندي انا، لا ربنا يزيد محمد ويكترهم، ولما اقول له اديني واحد اقول لي اتفضل اديني واحد، انا اعمل ايوه زي ما تدور. بمجهودي انا ممكن اعمل احسن من اللي هو عمل. دي الغيه او دي الغيره في الغيه. في حاجه عم وصل. بقفل على الموضوع باجابه سريعه وبسيطه جدا. في حاجه تاني. في حد اتولد بحمام؟ ايه؟ حد اتولد بحمام؟ حد اتولد بحمام؟ لا طبعا. كلنا اتولدنا عريانين. لا طبعا. الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بس في دماغ، ربنا خلق لك دماغ، كل واحد مريح عقله. سليم، كل واحد دماغك مش زي دماغك. وفرد الحمام انت تفرقه بشكل بالظبط كده. شكل محمد يفرقه بشكل تاني. بس كده هو واحد يفرقه بطريقته. محمد يفرقه بشكل، واحد تاني يفرقه بشكل تاني. ممكن انا يفرق عندي. ممكن انا افرقه وحد غيري ما يعرفش يفرقه. لا انا ممكن افرقه مثلا 60%، خدت بالك 50%. اطلع عند عم وصف الاقيه 80%. اقول ازاي الكلام ده؟ الاقي النوت اللي عند عم وصف مختلفه عشان عنده فكره اعلى مني. في نقطه بقى حساسه لازم الناس تخلي بالها من النقطه دي. غيط الحمام دي مش سبهلله. غيط الحمام دي مش سبهلله. انا محمد فرد الحمام ده او فرد الحمام ده وعجبني قوي، بس انا شايف من وجهه نظري انا فكري اعلى منه. انا فكري اعلى منه. انا بديله مواصفات تانية غير بتاعت محمد خالص. فتبص تلاقي فرد حمام فرق عندي مستوى تاني خالص. خلاص؟ ممكن بالعكس، ممكن انا فرد الحمام ده انا فرقته، مين محمد يقول انا عايز فرد الحمام ده، هو شافني انا فرقه عامل ازاي وعجبه برضه، وبعدين يجي يقول لي ايه رايك في الحمام ده؟ اقول له يا سلام، ايه ده يا محمد اللي انت بتعمله ده؟ انا فرقت ازاي؟ انا اقول له كده. هي دي الشجاعه في الغيه. لما تفرجني فرد حمام احسن من فرد الحمام بتاعي، انا اللي احكم على نفسي. اقول لك فرد حمام ده احسن من فرد حمام ده بتاعي، ده انا بحكم على نفسي. هو ده عيب؟ لا مش عيب. ده شرعي وده موجود في الغيه. ان انا افرقه محمد ما يفرقوش، محمد يفرقه محمد محمود ما يفرقوش. وهي دي الغيه ودي حلاوه الغيه. بالظبط. هي دي حلاوه الغيه وده كل واحد ربنا. وفي معلومه برضه عم وصف نبهني ليها، لما دي تطلع عند واحد اول ما تمسك فرد الحمام ما تطلعوش في عيوب. يعني محاسنه اكتر من عيوبه. خدت بالك تتكلم في محاسن الاول. طب انت العيب اللي فيه انت شايفه سليم يا عم وصفي؟ ايوه. العيب اللي فيه انت شايفه. في عيبين او ثلاثه، تشتري فرد الحمام وخد انت منهم. ابصم لك انا بالعشره. بعد ما تشتري مني تقول لي يا حاج محمد والله ده فيه 3 عيوب، 1 2 3. بعد كده اطلع الاقي فيه عيب واحد عندك اروح ابصم لك بالعشره. هو انت خرجت بالعيبين دول ما عرفتش تخرج منهم. دي بقى الغيه وغيه المحترفين. والمفروض يحصل كده. غيط عم مش بس غيط عم مش عصبيه يا جماعه. ده اللي اسمه تطوير بقى يا عم وصف. ده التطوير بقى. ايوه مش ان انا العب وافك جرابات والكلام ده. ده هو ده التطوير. أيوة. حبيبي يا احمد مسا عليك. حبيبي صح. التطوير يا جماعه مش صناعه فرد حمام. مش صناعه اطلع من عيوب. اطلع من عيوب فرد حمام وفرد حمام احسن منه. هو ده التطور. يعني انت جبت الشبندق جامد قوي 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 بس عيني ضيقه. بس جبت درق واحد. اعمل ايه؟ اجيب له انتهاء بعين مفتوحه، اجيب له انتهاء مقاسه تفتح عينه. طب عايز اجيب في الدمويه انا، طب فرد الحمد لو جت في الدمويه يعجب اي حد في مصر. اصرف بقى عليه هنا. اروح هنا واروح هنا واروح هنا لحد ما اجيب مقاسه، مش عيب. الفرد الحمام بيتفرخ يا حبيبي مش بالسهل. الناس بتفكروا بالسهل. طب ما الحمام كتير. سليم؟ في كارثه في الحمام. الناس عملتها فرخه بال 80 وبال 70 وبال 100، بس هو فين الحمام؟ ممكن واحد يكون فارخ 10 ويقعد يحط رجل على رجل وهو مش عايز يبيع منهم وانت تتحايل. اديني يا عم واصل ويقول لك والله مش خارج منهم. في معلومه بقى يا جماعه، الناس مش عايزه تفهم ايه؟ السوق يا جماعه بينزل فيه حمام كتير كويس. طبعا. السوق بينزل فيه حمام كتير كويس. بس اللي يفهم. بس فين اللي يطق فرد الحمام؟ وفين اللي يطلع فرد الحمام؟ لا الحمام مليان. السوق مليانه. يا جماعه انزلوا الاسواق. يا جماعه اتعلموا. احنا بنقول المعلومات دي عشان تزدادوا خبره. لما تزداد خبره تعرف فرد الحمام ده مواصفاته 1 2 3. يا عم انزل السوق، مش لازم اشتري النهارده. انزل اشوف كلام الناس دي صح ولا غلط. خلاص؟ هلاقي فيه بعض الكلام هيعجبني قوي، وهلاقي فيه حمام فيه المواصفات ده. لكن مش كل الحمام. انا بخبرتي بقى وفني وبعناية الجميله اشوف فرد حمام كويس اهبشه من السوق. يعني يا عم وصفي انت مع الغاوي اللي ينزل يحتاج بالغاوي الحريف في السوق. طبعا ده نص المشوار والنص التاني هو يمسك الحمام في ايده يقلبه. المقوله الشهيره تراب السوق
المقوله الشهيره وكل فيديو هقولها، يا جماعه السوق خيره على الدنيا كلها، اولهم انا برضه بقولها بعيدها تاني، اولهم انا، السوق ده خيره عليا، انا واحد من الناس السوق ده خيره عليا. طبعا عم وصفي دلوقتي انت بتربي بسم الله ما شاء الله باب الخضر، تمام، ووصلت فيهم لمستوى كويس، بس انت بينك وبين نفسك انت شايف ان هو ده المستوى الجامد. هل انت المفروض انت اللي تقيم فرد الحمام بتاعك ولا تستعين بغاوي، تمام، ليك عنده ثقه ان انت تقول له مستوى الحمام ايه رايك فيه؟ سؤال جميل قوي. السؤال ده ليه حلين. اتفضل. نمره واحد، انا كوصف العراقي انا حافظ مواصفات فرد الحمام كويسه قوي، وعارف مستوى الناس كلها ايه، فانا بعرف مستوى الناس. تمام. نمره اثنين، ده الشق الاولاني. الشق الثاني اللي هو استعين بواحد يكون بيبقى ده كلام بيضيق. لما اكون شايف نفسي ان انا الراجل ده انا شايفه اعرف مني واجمد مني، ويمكن فارخ حمام ده قبل مني، استعين بيه اقول له ايه؟ تعالى افرجك. لما افرج ده وهو بيعرف كويس قوي في الحمام مش هيضلني، هيلفت نظري. لكن ما اجيش واحد غرقان ابعته الحمام واقول له تعالى اتفرج يقول لي يا سلام ده الحاج الوصفي ده حمامه ما فيش احسن منه في العالم. لا ده بيلطخني. هو مستواه كده مش بيلطخني برضه، هو مستواه كده مستواه ضعيف. فلما اجيب واحد مستواه ضعيف ابقى انا ضعيف. لكن لما افرج حد افرج ناس مستواها جامد في الغايه. ده موضوع الايه؟ ان افرج او ما افرجش. تمام. وبعدين السؤال الثالث اللي انت قلته برضه، انت قلت كام سؤال في سؤال واحد. تمام. كلمة انت عملت مستوى خضر كويس، لا انا لحد النهارده مش مقتنع بالخضر. حمامي وانا مش مقتنع بيهم، ليه؟ الغاوي في طبيعته الطمع، الغاوي طماع. الغاوي الطماع ده مهما يكون عنده مستوى جامد مش هيعجبه، عايز احسن من كده، وده التخطط في الغيه، وهي دي الدماغ. الغيه دي الى ما لا نهايه، ما لهاش نهايه، ودي حلاوتها. مهما تعمل لا تبص تلاقي فيه احسن، ومهما يبقى عندك برضه عايز احسن. هو ده اللي بيعليك. يعني انت عملت طمع. هو ده اللي بيعليك. مظبوط. هو برضه ايه، في نقطه عايز اوضحها لك، واخد بالك، واي كلام عم وصفي فيها. انت عملت عماره حديثه، واخد بالك، دلوقتي الشقق تمليك والسكان سكن. انت تبص للعماره دي عايز تعمل احسن منها. طب ما انت لو عملت زيها ما هي لا انا عايز اطور واحده احسن منها عشان معايا ايه؟ تيجي واحد يتفرج على شقه تزيد، انا بعت التانيه بكذا، عايز ابيع دي بكذا. سليم. هو ده التطوير، خدت بالك؟ والطمع في الدين. كل ما تطمع واخد بالك، والطاجن قلاب، الطاجن ياما يوريك. كل ما تشوف، اقول لك حاجه، الطفره دي فيها حاجتين. فرد الحمام الطفره ده فيه حاجتين. الطفره اللي يطلع معوق، اللي يطلع فرد حمام جامد. بص اسمح لي حاجتين، الحمام يجيب لك معوق سليم، ده يجيب لك فرد حمام. دي الطفره، ده طفره وده طفره. طلع فرد حمام مشوق، وفي فرد حمام يطلع جمال الدنيا كلها فيه. ده خلقه ربنا سبحانه وتعالى. يقدر واحد تصرخ حصوايه كده ويلحمها لي؟ واحد يشيل ريشه ويركبها؟ كل دي حاجه بتاعت ربنا. احنا اجتهاد، احنا بنقول لك فكره ازاي تنقي ده على ده، واخد بالك، والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الله اكبر عليكم.